السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا، كنتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. يا ربي في هذا رمضان هذا الله يجعل ربي يفرحكم ويسعدكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويجعل ربي يجعلكم في كل خطوة سلامة، ويرزق قلبكم الفرحة بذكر الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا ربي تفرحكم ويعطيكم ما كل ما تتمنوا. خوتي العزاز، كنطلبكم تعاونوني وتساعدوني باش يطلع ليا الفيديو، لانه ما كيطلعش ليا بزاف، ولي لايك ديالكم كيهمني، وكنبغيكم بزاف بزاف، نحماق عليكم ونموت عليكم، نتوما ديالي اصدقاء العزاز عليا على قلبي. كنشكركم بزاف، وبكم باش انا زايده مكمله. كنشكركم بزاف بزاف. خليكم مع الفيديو هذا. جاتني شي رزيق من هاد الليمون هذا، جاب لي الله هاد الرزيق. ايوا قلت ما انا صراحه ما عنديش منني داكشي التجميد وهذا، ولكن اضطريت انني نقادو ونخبي منه الفريكو رمضان. الصراحه جا غزال، درت منه عصير. انا نعطيكم الطريقه ديالو وكيفاش خزنته. شديت هاد الليمون هذا، قبضته، غسلته مزيان، تبارك الله على مزينته ديال الماكله، وفيه الماء كتير كتير كتير، ونظفته وغسلته، قاديته، نقيته مزيان، شلت منه داك البذر ديالو كلشي، ما فيش اصلا داك العظم الوسطاني، يعني جاني زوين في الطياب. وطيبته، انا درته في الكوكوط، نقيته درته في الكوكوط كميه كثيره. اللي بغى يدير مع الحامض يديرو، انا حنتي درته في ساشيات، وغادا نجبد في رمضان وغادا نزيد نكهو. وشديت هنا درت ليه، راني نقيته، قلت لكم كي قلت لكم، غسلته وحيدت لي داك البذر ديالو كلشي ديالو، نقيته. ودابا غندير عليه الماء ونطيبو. اللي بغى يدير السكر دابا يديرو، اللي ما بغاش يخلي حتى تيبغي يطحنو باش تحليوه. ولكن انا عندي الليمون حلو، يعني اللي ما بغاش ندير السكر، بالنسبه للناس اللي دايره ريجيم، هذا زوين. خذ داك اللي فيه الماء كيكون حلو، ما كيكونش مر. يمكن لك طيبيه بلا ما ديري فيه السكر، بالنسبه للناس اللي ما تبغيش السكر. هذا انا بالنسبه لي، انا درت كميه ديالي انا ما فيها السكر، وشي الاخر اللي كيبغى السكر درت لهم السكر. ولكن جا غزال غزال غزال، والله اقسم بالله العظيم ما كنكذب عليكم، جا غزال وبنين. طيبته، ومن طاب خليته تبرد. طحنته مع شويه داك المنكه ديال الحامض. نتوما ديروا، بغيتو ديروا حامض طيبوه معاه، طيبوه. منكه الحامض جا خطير. كيف قلت لكم، عزلت الكميه اللي فيها، اللي درت لها السكر، وهذا راه عزلتها بوحديتها، والكميه اللي مبغيتش فيها السكر درتها بوحديتو. جا غزال غزال، بنين بنين بنين، وخاتر وزوين. يمكن لكم نتوما، انايا طحنته وقاديته ودرته في الساشيات، غادي كي غتشوفوا معايا في الفيديو. و جهد يطرو ونص. الا بغيت نخرج منه حتى يطرو ونخرجو انا. ها هو كي كتشوفوا معايا، انا هذا درت كميه بوحديتها الليمون طري، ما مسلوق ما والو. عملته في ساشيات وغندخلو في الفريغو باش نكهو كيف ما بغيت انا. درته في الساشيات، وهذا نطحنو ملي غنبغيه، غنجبد الكميه اللي بغيت منه. على حساب الناس، شحال من شخص عندي كنشدو، ندير معاه اما عصير حامض ليمون، اللي هو كاين اللي تيقول ليه القارص، وكاين اللي تيقول ليه الليمون حامض. كنطحنو معاه مع شويه السكر، ولا ديروا العسل، ولا نتوما اللي بغيتو. ندير مع هذا الليمون كيجي بحال ليمون عادي، يعني ليمون طبيعي، يعني عادي، ما فيه لا هادي لا هاديك، فيه غير شويه الحامض صافي مع شويه السكر. ولا مبغاش يدير السكر ما يديروش، يحليه بالعسل او داكشي اللي بغا هو. صافي كي قلت لكم الاصدقاء ديالي، هاد الكميه درتها بوحديتها، والكميه الاخرى غتشوفوا معايا انا طحنتها. ها هي الكميه اللي انا طحنتها، سلقتها وطحنتها. هذه غنكها منين نبغي انا شنو حبيت ندير فيها. بغيت ندير فيها حك ديال دانون، بغيت ندير فيها نكهه بمخدر العصير، او انا درت فيها اصلا منكه ديال الحامض. جا غزال 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 غزال. بغيتي تزيدي فيها الجزر مسلوق او لا الجزر طاري وطحني هكا، كلشي انت وخاطرك، بالصحه والراحه. وما تنسونيش من تعليق.